السلام عليكم. في عجاله سريعه جدا، انا عندي استفسار كده علشان يعني الموضوع ده مجنني. انت دلوقتي راجل بتتكلم انجليزي وزي الفل وتمام جدا يعني. انا بقى يعني لما انت تعمل لي فيديو تقول لي ما بتتنطقش كلوز، بتتنطق كلوز كلوز. يعني انا كده خلاص عايش في لوس انجلوس، يعني انا مش عارف انطقها، انا مش عارف ايه دي اصلا، يعني هستخدمها امتى؟ وتلاقي الناس على السوشيال ميديا عمالين يشيروا الفيديو ويبعتوه لاصحابهم وملايين المشاهدات وتتفرج على الفيديو. طب ماشي، الكلمه دي هتفيدني انا بايه دلوقتي؟ ما تفهمني. ولا لا، ما اسمهاش بولاق الدكرور، اسمها بولاك ديكور. تضم بقك في بولاك ديكو، يعني انا بقيت على الكورنيش، ما هي نايله ب 60 نيله لسه. وبعد كده واحد عايش فيها اسمه سعيد زردعانع مثلا، يعني سعيد ده لما انا اروح اقول له ما تقولش بولاك، اسمها بولاك ديكور. يعني مش بعيد ياخدني يفرجني على الشقه بتاعته جوه، يعني فهمونا انجليزي مش حافظونا كلماته خلاص. يعني انا لما اجي اتعامل مع واحد اجنبي مثلا ويقابلني في اي حته ويقول لي وير ار يو فروم، هقول له اي ام فروم بولاك ديكو. الانجليزي اللي فات مش شبه الانجليزي اللي قدام خالص، ثم انها ما بقتش باريس يعني لما اتقالت بولاك. والغريبه ان الفيديوهات دي اكتر فيديوهات بتحقق مشاهدات على اليوتيوب والسوشيال ميديا، في حين ان هي علمتك جرامر ولا فهمتك الكلمه دي تستغلها امتى وبتتقال امتى. يعني انا مثلا راجل بتاع عربي، لما اجي ادي حد كلمه اقول له معناها ايه، تبحث عنها في المعجم ازاي، وبتستخدمها امتى، وبتتقال في امثله زي ايه. ده لا، بولاك دي كلوز، اقفل يا عم ارحمني. ثم اني عمري في حياتي ما شفت واحد اجنبي مهتم انه يتكلم الاكسنت المصري او العربي زينا. هو مهتم انه يوصل لك المعلومه بتاعته وخلاص. قال لك بقى يا خبيبي، قال لك يا كلبه، قال لك انت، هو مش فارق معاه، هو مش عايز يتكلم زيك، هو عايزك تفهمه ويفهمك. ليه؟ ما عندوش عقده النقص اللي عندنا، ما عندوش عقده الخواجه اللي عندنا. انا عمري ما كنت بتفرج على فيديوهات اجنبي لقيت واحد عامل فيديو بيقول لك دونت سي ا خبيبي، سي ا حبيبي، اجين سي ا حبيبي. مفيش، عمره، هو مش عايز يتكلم زيك. او مثلا دونت سي محمد مهروس، سي ولا محمد محروق، مفيش والله العظيم ما هتلاقي. دونت سي شويه شويه خبيبي، سي حاسب كده وسع كده، والله ما هتلاقي. احنا مشكلتنا ان احنا عندنا عوده الخواجه، فلا احنا عارفين نمسك في الحضاره العربيه بتاعتنا والتاريخ العربي بتاعنا وننشئ مستقبل جديد، ولا احنا عارفين نبقى ربعهم، فموجودين في النص ما بين الاثنين. فمعلش يعني لو ما فيهاش اساءه ادب، هدوا الهوجه بتاعت زيطه الانجليزي دي شويه. احنا بنتكلم عربي غلط وبنتكلم انجليزي غلط وبناكل غلط وبنشرب غلط، بس اهم حاجه نعمل سبسكرايب صح، الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو ده. المره دي بقى انا مش هختم الفيديو، هجيب لكم البرنس بنفسه هو اللي يختمه. لو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك واشتراك في القناة. كان معكم محمود أشرف، سلام عليكم.